حبايب قلب البسكوتات الحلويات، النهارده هنعمل فيديو جديد. هنعمل كوكيز بطريقه سهله وحلوه قوي، كمان هيعجبك. لو اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي متابعه للصفحه وشير وكومنت لو عجبتك الوصفه. يلا نبدا الفيديو ونشوف هنعمل ايه. دلوقتي لو معاكي بقى كوبايه عسل وبضايه، يلا عشان نعمل الكوكيز. هنجيب البوله بتاعتنا وهنحط فيها كوبايه من العسل، عليها بضايه وعليها باكت من الفانيليا. هنقلب الكلام ده كويس قوي لحد ما يتجانس البيض وما يبقاش ظاهر خالص. ما تنسيش باكت الفانيليا. هنقلبهم كويس قوي. ولو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تصلي على حبيبي وشفيعي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنقلبهم كويس قوي وهنجيب معانا الدقيق. طبعا الوصفه ديت هتاخد من 3 كوبايات ل 3 كوبايات ونص من الدقيق، حسب العسل بتاعك، في عسل خفيف او عسل تقيل. فعشان كده هنحط كوبايه كوبايه لحد لما نوصل للعجين اللي احنا عايزينه. ما تحطيش ال3 كوبايات مره واحده معاكي. كده هنحط كوبايه وهنبتدي نقلب في الدقيق في العسل، وبعدين نحط الكوبايه التانية لحد ما نشوف هنوصل لايه. انا العسل بتاعي خد معايا 3 كوبايات ونص من الدقيق. انت هتحطيه وتشوفي ممكن ياخد 3 كوبايات بس لو العسل بتاعك تقيل. هننخلهم كويس قوي وهنحط عليهم نص معلقه من البيكنج باودر، عليها رشه صغيره من الملح عشان نعادل الطعم. وهنقلب الكلام ده كويس قوي. مش هنعجنه، مش عايزين عجين زي العيش او الكلام ده، لا، احنا هنعجنه، هنبس العجين بتاعنا زي الكحك علشان خاطر ما ينشفش معايا. الكوكيز ما بيحتاجش عجن كتير. كده انا هبسه بالطريقه ديت، هتبسيه بالطريقه ديت، مش هتعجني عجين. هنبتدي بقى ان احنا ندخل العسل بتاعنا في الدقيق بالطريقه ديت لحد لما نخلص ونخلص الوصفه بتاعتنا. انا دلوقتي بحط في اخر الوصفه في اخر العجن بحط نص كوبايه من السمنه على الزيت، ودي بكون مدفيها وبحطها في الاخر علشان تلم معايا العجين، وكمان بتفرق في الطعم وبتفرق في الملمس بتاع العجينه بتاعتي. بصوا هي بتفرق، بصوا ابتدت ان هي تبقى العجينه بتاعتي لمعه. دلوقتي انا وصلت للمرحله دي. بصوا العجينه شكلها حلو، العسل مديها شكل حلو قوي ولون حلو. هنحطها في التلاجة لمده 10 دقايق ونطلعها علشان بس ما تلزقش معانا. دلوقتي طلعناها، هنبتدي ان احنا نعمل كور زي ما احنا عايزينها. شوفي الحجم اللي انت عايزاه اعملي بيه. وهنحط في الشوكليت شيبس، واول ما نبتدي نعمل الكور اللي احنا عايزينها. تكوني مدفيه الفرن بتاعك شويه علشان ما تنشفش منك. هتسخني الفرن على درجه حراره 150. انا كده مدفيه الفرن بتاعي وهخلص الكميه بتاعتي واحطها. 3 كوبايات ونص من الدقيق عملوا معانا صينيتين كبار وصينيه صغيره. ندخلهم بقى الفرن ونشوف هياخدوا بالظبط 10 دقايق. ما تزوديش على كده عشان ما يتحرقوش منك. دلوقتي بصوا ما شاء الله خرجت من الفرن، شكلها حلو قوي وكمان ريحتها حلوه وطعمها حلو. جربي الوصفه، لو عجبتك ما تنسيش تعملي لي متابعه للصفحه لو اول مره تشوفيني، وشير وكومنت حتى لو بحر عشان يوصل لك كل جديد. باي باي.